هذا المكان انفتح بالسنوات الأخيرة ببغداد، ومثل هيك أماكن حيل كانوا محتاجيها المواطنين، وبوقت قصير جدا صار من أهم الواجهات الترفيهية للعوائل. وأكيد إحنا اليوم ينبارك ألف ليلة وليلة حتى نشوفكم واحد من الأماكن الفخمة اللي موجودة بداخله، واللي هو مطعم وكافية دهب. والصراحة حجم المكان حيل كبير ومرتب إلى أبعد الحدود، يعني الأجواء الداخلية والخارجية راح تاخذك لعالم ثاني. بالمختصر راح يصير مكان مثالي إلك ولأصدقائك ولعائلتك. واللي يميز هذا المكان بعد أكثر إطلالته الكاملة على نهر دجلة. أنا اليوم كانت تجربتي على وجبة الغداء، واللي يحب يروح بالليل فالأجواء ساحرة. منيو الغداء حرفيا راح يعجبكم، لأن موجودة بيه كل أنواع الأطباق، موجود الشرقي والغربي وكل الأنواع اللي تحبوها. والصراحة أنا ملتزم بالدايت بس أجلته على باكر، واعتبرت إنه اليوم فري ونزلت قوزي. وبعد هم لقيت عندهم موجود مندي وما كذبت خبر، وهم جربته وسويت أهم خطوات أكل المندي هي تخلي عليها دقوس واللبن. وهسه نصيحة لكم، إذا عندكم صديق تطلبوه عزيمة فد بسمار بسيط. اليوم أنا كنت بالأعظمية ببارك ألف ليلة وليلة، وتحديدا يوم مطعم دهب.